السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم كامل في قناتكم رادار أنفو. اليوم جبت لكم أخبار تفرح القلب وتطمن بزاف ناس، خاصة المتقاعدين اللي راهي قلوبهم معلقة بملف الزيادات والتثمين. اسمعوني مليح للنهاية، خاطر اليوم ما كانش كلام فارغ وما كانش إشاعات. اليوم نهضروا على توضيحات مهمة وعلى وش راهو صاير بالضبط داخل صندوق التقاعد. أول حاجة لازم تكون واضحة، ما كان حتى حق راح يضيع. نعاودها مرة أخرى، حتى حق ما يضيعش. كاين تأخير؟ نعم كاين، بصح التأخير ما يعنيش الإلغاء وما يعنيش باللي الزيادات راحت. اللي صاير راهو خدمة داخلية كبيرة، إعادة حسابات، مراجعة ملفات، وضبط الفروقات المالية شهر بشهر. صندوق التقاعد ما راهوش يخدم غير على معاش واحد ولا فئة واحدة، راهو يتعامل مع معاشات مباشرة، منح الأرامل، منح ذوي الحقوق، ملفات قديمة وجديدة، وهذا كامل يحتاج وقت باش يكون الحساب صحيح 100%. علاه التأخير هذا كامل؟ خاطر كاين رفع في الحد الأدنى المضمون للدخل، وهذا القرار خلى لازم يعودوا يحسبوا بزاف ملفات من جديد. يعني بزاف متقاعدين يا إما معاشهم يطلع بالتثمين، يا إما يطلع بالتكملة، يا إما يطلع بالزوج مع بعض، وكل واحد حسب وضعيته الخاصة. التثمين هذا حق قانوني سنوي، ماشي منا من حتى جهة، وزيد عليه التكملة تاع الحد الأدنى الجديد، هذه ثاني حق. يعني المتقاعد ماشي معني بزيادة واحدة برك، كاين اللي راح يستفاد من زوج زيادات مع بعض. اللي راح يعطل الأمور هو الحسابات الدقيقة تاع الأثر الرجعي، وكي نقولوا أثر رجعي معناها أي شهر ما دخلتش فيها الزيادة راح يتحسب وراح يتصب وما يضيع حتى دينار. كاين مؤشرات قوية باللي العمل راح يتسارع باش تكون الصبات قبل شهر رمضان إن شاء الله، باش الناس تدخل الشهر الفضيل بشوية راحة. الفكرة هي يدخل المعاش الجديد ومعاه الفروقات تاع الشهور اللي فاتت. هذه ماشي إشاعة وماشي وعود فارغة، هذه معلومات جاية من متابعة للملف ومن مصادر مطلعة على وش راه صاير داخل الإدارة. بالصح لازم نفهموا حاجة، الإدارة كي تخدم على ملايين الملفات لازم الدقة قبل السرعة، خاطر الغلطة في الحساب تظلم الناس، لهذا راهي الخدمة تمشي بشوية بالصح بثبات. وفي الجزء الثاني راح نهضروا بالتفصيل على شكون يستفاد من التثمين، شكون يستفاد من التكملة، كيفاش يدخل الأثر الرجعي، وشنو هي الزيادات الأخرى اللي راهي جاية. خليكم معايا. نرجع لكم من جديد ونكملوا التفاصيل اللي تهم كل متقاعد. كاين سؤال يدور بزاف، شكون بالضبط راح يستفاد؟ نقولها ببساطة، المتقاعد اللي معاشه ضعيف راح يستفاد من رفع الحد الأدنى، يعني الدولة تكمل له الفرق حتى يوصل للسقف الجديد. المتقاعد اللي عنده معاش متوسط راح يستفاد من التثمين السنوي، وكاين فئة راح تستفاد من التثمين زائد التكملة مع بعض. كلش يتحسب حسب عدد سنوات الخدمة، قيمة المعاش الحالية، والوضعية القانونية للملف. النقطة اللي تفرح بزاف هي الأثر الرجعي، يعني لو فرضنا الزيادة كانت مفروض تدخل في جانفي وما دخلتش، الفارق تاع جانفي وفيفري ومارس يتحسب كامل ويدخل دفعة واحدة ولا دفعات قريبة من بعض، يعني ما كانش شهر يروح هكذاك. كاين كذلك كلام على زيادة استثنائية للمتقاعدين راهي في الطريق، بصح مازال ما تحددتش القيمة الرسمية تاعها. كي تكون معلومة مؤكدة نهضروا عليها بالتفصيل. اللي مهم الآن هو الزيادات الأساسية والتثمين والفروقات، وهذو ما راهي الخدمة عليهم قائمة فعلا. نعرف باللي بزاف ناس تعبت من الانتظار، وكاين ضغط كبير مع الغلاء والمصاريف، بصح نقولها من القلب، التأخير هذا راهو أقرب للنهاية من البداية. الهدف هو كي تدخل الزيادة تدخل صحيحة وتولي هي القاعدة الدائمة للمعاش، ماشي شهر وتحبس. وقبل ما نختم نحب نطمن كل متقاعد يسمع فيا، أولا حقك محفوظ، الفروقات رايحة تتحسب، ما كان حتى زيادة الغات، التأخير إداري ماشي إلغاء. إن شاء الله الأيام الجاية تكون فيها أخبار تفرح أكثر، وتدخلوا رمضان وانتما مرتاحين شوية نفسيا وماديا. إذا حبيتوا تبقاو دايما في الصورة تابعونا، وخلوا الوعي هو السلاح تاعكم، لأنه اللي يعرف حقه ما يضيعوش. ربي يفرج على الجميع، وربي يجعل الأيام الجاية خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.